السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا واحد البسبوسه اللي سهله التحضير وكتجي لذيذه وبمقادير بساطين، يعني دغيا كتوجد، ما كتعطلش وما كتاخذ ليناش الوقت وكتجي هشيشه بزاف. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هانتوما كيف كتشوفوا الشكل ديالها رائعه. نبداو على بركه الله. عندنا واحد الليمونه، ما عندكمش الليمون ديروا حامض، المهم اي نكهه، هي من الاحسن كتكون بالليمون كتجي زوينه. عندي القشره ديال الليمون وشويه الملحه، كاس ديال السكر سنيده اللي ما عامرش بزاف، وهنا عندي 2 بيضات. صافي كنخلطوا هادشي غير بالخلاط اليدوي. هنا غادي نضيفوا كاس ديال الزيت اللي ما عامرش بزاف، كاس الا ربع، وغادي نضيفوا هنا النكهه ديال الليمون. المهم هذه كتبقى غير اضافه، ديروا غير فاني. هنا عندي واحد ياغورت ديال البنان ولا الليمون ولا عفوا ولا الفاني، مهم هادو من النكهات اللي كيجيو زوينين مع الليمون. هنا غادي نعبر بالكاس ديال الياغورت، يا اما غادي نعبروا الكاس ديال الحليب ولا كاس اللبن ولا كاس ديال الليمون، عصير ديال الليمون. المهم الا كان الليمون يكون احسن، هو اللي كيجي زوين في المذاق ديالو. انا كانت عندي غير ليمونه وحده، يعني سقيت بها في الاخر، داكشي علاش ما درتهاش في الخليط. اما الا كان عندكم الليمون كتير ديروا كاس في، يعني في وسط البسبوسه، يعني كاس عامر. وصافي غادي نخلطوا هاد المقادير هادو مزيان. صافي هنا غادي ندير كاس ديال السميده، هاد البسبوسه هادي فيها كاس ديال السميده، وغادي ندير كاس ونص حتى ل2 كيسان ديال الطحين. المهم على حسب الخليط، الا بان لكم نشف ما ديروش 2 كيسان، ديروا غير كاس ونص. كان هو هذاك. انا هنا تقريبا درت كاس 2 كيسان ديال الطحين مع همرينش مزيان. وهنا عندي 2 خمارات ديال الحلوى. صافي غادي نغربلو داكشي كامل وغادي نخلطوه. والطاوه اللي غادي ديروا فيها البسبوسه، يا اما الطاوه ولا الحرشه، هذيك المقله ديال الحرشه حتى هي كتجي فيها زوينه، ندهنوها بالزبده ونرشوها بسميده وغادي نديروها. صافي وهنا واحد معلقه ديال الخل، راه دغيا كتوجد. صافي هنا فاش نبدا تنوجد كنسخن الفران غير شويه ماشي بزاف. صافي هانتوما كيف كتشوفوا الخليط هو هذا، يعني كيكون جاري ما كتكونش عاخده. المهم القياس ديال الطحين انا هنايا درت 2 كيسان مع عامرينش بزاف، يعني كاس الا ربع كاس الا ربع، هذا هو القياس نيشان. صافي هنا غادي نديرها طيب ونرجعوا نتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. صافي هنا من بعد ما طابت سقيتها بهذيك الليمونه اللي حكيت القشره ديالها في الاول. صافي وتزين كيبقى اختياري. انا درت لها هنا شويه ديال الكونفيتير من الفوق ورشيتها بالكوك. تزيين بسيط وكتجي رائعه في المذاق ديالها. نتمنى انكم تجربوها. شكرا لكم على المتابعه، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله.